السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا على كيك ديال الغرانولا بدون جلوتين، كيجي اكثر من رائع. ما فيهش السكر. بالنسبه للناس اللي متبعه حميه غذائيه وكتشهى انها تاكل شي حاجه اللي حلوه، ما فيها بس انكم تاخذوا واحد الطرف منه في السناك، كيجي اكثر من رائع. المقادير ديالو سهله جدا. يكفي ان يكون عندكم الغرانولا، ومن الاحسن اننا نصايبوا الغرانولا راسنا باش نعرفوا المكونات ديالها، باش ما يكونوش شي اضافات بحال السكر او زيوت مهدرجه. اذا من الاحسن اننا نصايبوها راسنا. انا راه صايبتها، واذا كانت عندكم واجده وبغيتوا ديروها ديروها، بغيتوا انكم تصايبوها راسكم صايبوها. اذا غنخليكم مع المقادير. اذا غادي نحتاجوا 2 كؤوس ديال الشوفان. انا عبرت بالكاس ديال العنبه، هو الكاس الاول، وغادي نضيف الكاس الثاني. كتاخذوا الفواكه الجافه اللي عندكم. انا عندي هنايا الكاجو، وعندي البندق والزريعه الخضراء واللوز. بالنسبه للوز والبندق والكاجو قطعتهم اطراف صغار، وغادي نحطهم في البول. ضفت نصف كاس مع عمرش ديال زيت الزيتون. غادي ندير رشه ملح. الا كتعجبكم القرفه ديروها، ما كتعجبكمش ديروا الفاني السائل اللي ما فيهش السكر. انا هنا ضفت 2 معالق كبار ديال الكوك. بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش ممكن انكم تستغناو عليه. نصف كاس ديال العسل مع عمرش، يعني انا ما عمرتوش، انا ما بغيتوش يجيني حلو، نتوما كتحكموا في الحلاوه. المهم غتخلطوا كلشي مزيان حتى يتجانسوا العناصر كاملين، ومن بعد غادي تاخذوا اللاطه اللي كتدخل للفرن وديروا بابي من الفوق وتضغطوا مزيان حتى تقادوه مزيان وتدخلوه للفرن. هانتوما كما كيجي هكا راني قاديته مزيان، وعاد غندخلوه للفرن. بالنسبه للفرن، انا دغيا تحرق ليا من التحت. ملي شفتو انه كيتحرق من التحت درتو في الاير فراير. صافي هنا كنبقى نقلب كنشوف واش طاب. صافي انا ما غنحمروش بزاف، غادي نخرجو وغنخليه حتى يبرد، ما نقيسوش حتى يبرد، وغادي تشوفوا كيفاش جا في الاخير. هو من بعد ما برد صافي كنفكو هكا باليدي، حيت كيكونوا تجمعوا ولا بغيتو نتوما كتفكوهم. صافي كتزيدوا، لا بغيتو تزيدوا شي حاجه واحده اخرى، انا زدت الزبيب، ولا عندكم شوكولا نوار تكون 90% من 75% للفوق ممكن انكم تزيدوها. دابا غادي نجيو للمقادير ديال الكيك ديالنا. من بعد ما وجدتنا الغرانولا، كناخذوا تفاحه كنقطعوها مربعات، كنزيدوا عليها سكر ستيفيا اولا العسل. انا فضلت انني نخدم بستيفيا معلقه صغيره. من بعد كنضيف القرفه. عندكم الفاني اللي ماشي فيه السكر ممكن انكم تضيفوه، اللي ما زادش عليه القرفه. صافي كنبقاو نحركو حتى كيطيب، حتى كتدبال ديك التفاحه. من بعد كنطحنوها. هانتوما كما كتشوفوا داك الكومبوت ديال التفاح. غناخدو 2 كيسان ديال الغرانولا اللي صايبنا. المهم غادي نطحنوها غير مره، يعني غندوزو غير تدويزه وحده. حنا ما بغيناش تطحن، يعني يبقاو دوك الحبوب الشوفان باينين. هانتوما كما غادي تشوفوا، هانتوما الحبوب الشوفان يبقاو باينين، ماشي نطحنو مزيان مره وحده. صافي انا عزيز عليا الشوكولات، درت شوكولا نوار. نتوما ممكن انكم تضيفوها، ممكن لا تستغناو عليها. هذاك التفاح اللي صايبنا راه غادي نديرو كامل، ديك التفاحه كامله غادي نضيفها، وغادي نضيف 3 ديال البيضات البيض ديالهم. انا راه درت 2 وما كفاونيش، وغادي ندير 3. انا راه درت 3 هنايا لانني غادي نشوف بلي انا الخليط مازال خصو البيض، دونك غادي نضيف واحد البياض بيضه اخرى. من بعد هنا مشات ليا اللقطه، اننا غادي نضيفو خماره ديال 8 غرام، وصافي غادي نخلطو مزيان، وغادي نخليو الخليط واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق يرتاح شويه على ما يشرب داكشي. وناخدو مول اللي كيدخل الفرن، غديروا فيه بابي، وغادي ديروا فوقو داك الغرانولا ديالنا. دونك هانتوما كما كتشوفوا
غادي نقادو مزيان. خذوا نتوما ممكن انكم كاع مول صغر من هذا، ان لا بغيتو تجي شويه منفوخه وشويه طالعه، ممكن انكم تاخذوا مول صغر من هذا اللي انا درت. انا دايره ماشي مول، دايره غير ديال الكسكاس، قلت صافي ندير به لانه هو اللي صغيور شويه. دونك صافي من بعد ما طابت مزيان نحيد البابي ونخليها تبرد وغادي نزينها. ممكن انكم تزينوها باش ما بغيتو، اي حاجه بغيتو تزينوا بها زينوا. انا نوريكم الطريقه اللي انا زينت بها. خديت حليب خالي الدسم بدون لاكتوز، ممكن انكم تستعملوا حليب نباتي. المهم سخنته مزيان يعني، وزدت ليه املو ديال الشوكولا، ممكن تاخذوا اي املو ممكن ديروه، ودرت 5 ديال التمرات صغار وغادي نطحنهم. ممكن الكميه ديال الحليب انكم تنقصوا منها لا بغيتو. صافي غادي نكبو هنا في الكاسرونه وغادي نديرو في البوطه، غادي نخليه حتى يبدا يعقد. راه الا نقصنا الحليب راه غيعقد اكثر من هكا. يعني نتوما كتحكموا في الكميه ديال الحليب. صافي هنا غادي نخليه يبرد، وراه كل ما برد كل ما كيزيد يعقد. صافي انا هاد القوام هو اللي بغيت، ما يكونش عاقد بزاف وما يكونش عاوتاني جاري بزاف. المهم صافي غادي نحطو فوق الكيك، غادي نزين به الكيك. راه المذاق ديالو كيجي صراحه رائع. ممكن ديروه حتى بالكاجو الى عندكم، راه كيجي زوين. صافي هنايا غادي نبقى نيطالي الكيك. وكما قلت لكم نتوما تزينوا باش ما بغيتوا اي حاجه عندكم تقدروا ديروها ما تكونش فيها السكر. هذيك الكرانولا اللي صايبنا انا هي اللي غنزين بها، طاحت لي فكره قلت صافي غنديرها من الفوق راه غتجي زوينه. دونك فوالا صافي غادي نبقى نغطي الكيك كامل. صافي من بعد ما ساليتها كي كتجي صراحه الكيكه كتجي رائعه. صراحه زوينه، راه ما حلواش يعني ما حلواش يعني الحلاوه هي هذيك كتجي فنه بدون جلوتين. وكنأكد انكم تاخذوا شوفان اللي بدون جلوتين من الاحسن. ومن الاحسن ان الغرانولا تصايبوها راسكم من غير الا اضطريتوا انكم ما مسالينش تاخذوها من برا وديروا بها هاد الوصفه هذه. الصراحه راه كتجي زوينه، المذاق ديالو كيجي زوين. ممكن هاد الطرف تاخذوا منه غير شويه، زيدوا تنقصوا منه وتاخذوه كسناك كيجي زوين. والكيكه من بين احسن الكيكات اللي جربت في الريجيم. فوالا كان هذا هو الفيديو، كانت هذه هي الكيك ديالنا هذا النهار.